بص يا سيدي، اذا كنت انت اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي اسمع مني الكلمتين دول واجر على الله. احنا عندنا كوره؟ لا ما عندناش كوره. عندنا دوري؟ لا ما عندناش دوري. احنا عندنا اهلي وزمالك بيمثلونا في افريقيا وشكرا على كده واقفل الباب. وانا طلعت على الراجل اللي الزمالك عامل عليه حفله دلوقتي وبيقول الراجل دوت لازم يمشي، اللي اسمه الحاج عامر حسين، مع احترامي وتقديري ليه. الكلام اللي انا هقوله له ده مش لسبب شخصي، بس الكلام ده انا قلته قبل كده وهعيده تاني. وطلعت وكنت كل سنه بيتعمل فيها جدول الدوري كنت بطلع اقول يا جماعه الراجل ده مؤهلاته ايه عشان يطلع يعمل جدول الدوري؟ الراجل ده مؤهلاته ايه عشان يتحكم في الدوري المصري ويطلعه بالشكل السيء ده؟ يا جماعه الراجل ده مؤهلاته ايه من يوم ما مسك ال 15 سنه اللي هو مسك فيهم واحنا الدوري بتاعنا نازل في الحضيض؟ لسه فاكرين الانديه دلوقتي تعترض، ولسه فاكر دلوقتي نادي الزمالك يقول لك ده لازم يمشي و ما علينا. تمام. الحمد لله رب العالمين كنت انا اول واحد اتكلم في النقطه دي مع احترامي للحاج عامر حسين. بس هل الحاج عامر حسين هو السبب الوحيد؟ لا. لا للامانه لا. الملاعب لها دور الاهلي والزمالك لهم دور الانديه عامه لها دور بنسبه كبيره. تمام. اتحاد الكره ليه دور ليه دور. رابطه الانديه لها دور لها دور. الاعلام الرياضي الدور الاكبر والاسوا تمام. الا من رحم ربي. انا من وجهه نظري الشخص اللي اسمه ابراهيم فايق بس. وانا اتمنى ان الاعلام الرياضي يشوف الفيديو ده عشان بجد والله العظيم احنا تعبنا. تمام. بص يا سيدي، الحل بسيط والله العظيم. اول حاجه هتعملها، انت عندك كوادر في الكره المصريه استثنائيه، حرفيا استثنائيه. زي ما تقول قول. لو اعطينا بس مثال كده على الانديه مثلا اللي هي المشهوره، الانديه المعروفه اللي الكوادر بتاعتها معروفه. مثلا هات من الاهلي سيد عبد الحفيظ، من الزمالك ميدو، كابتن حسن شحاته، الكوادر دي كابتن سامي الشيشيني. تمام. هات من ايا كان يا جماعه من الانديه، هات من الاتحاد ساري، هات من الاسماعيلي ابو جريشه، ايا كان، هات من كل نادي كادر شخصيه محترمه، شخصيه الجمهور كان بيحبها، شخصيه كانت بتفهم في الكوره. وهات الراجل ده وقعد الناس دي على طاوله الايه، على ترابيزه واحده كده. قول لهم يا جماعه انا عايز جدول دوري، عايز جدول دوري منتظم بدون مؤجلات. النادي اللي هيلعب في افريقيا، النادي اللي هيلعب في افريقيا لو مش هيقدر يواظب ما بين الدوري وما بين افريقيا في الجدول اللي انتوا هتعملوه، ما يلعبش في افريقيا، يخلي فرقه تانية تقدر تشارك في افريقيا. انا مش اهلاوي والاهلي بيشارك في افريقيا ومعظم المؤجلات بتكون الاهلي، بس والله النادي بتاعي اكتر نادي متضرر من المؤجلات. واديكوا شايفين الاهلي دلوقتي بيلعب كل 48 ساعه ماتش. عشان كده انا بقول لك والله ما من مصلحه حد المؤجلات. دلوقتي الانديه اللي بتلعب في افريقيا بتلعب جمعه وسبت في الغالب. يا عم الاسبوع اللي عندهم فيه افريقيا لعبهم 3 و4 دوري زي ما العالم كله بيعمل. يا جماعه هو احنا بطولاتنا تيجي ايه في البطولات في العالم؟ يعني البطولات في افريقيا تيجي ايه في البطولات في العالم؟ اذا كانت كونفدراليه ولا تشامبيونز ليج افريقي، يجوا ايه في تشامبيونز ليج اوروبا والاوروبا ليج؟ يجوا ايه؟ ما يجوش حاجه جنبهم. الناس دي بتلعب هناك 3 و4 وخميس، بيلعبوا دوريهم سبت وحد. تمام. احنا ليه ما نعملش زيهم؟ هتقول لي اصل احنا المسافات عندنا في افريقيا بعيده. قلت مليون مره النادي اللي هيشارك في افريقيا بيجي له رعاه وبيجي له امكانيات وبيبقى عنده فلوس. مش هتبقى صعبه عليه ان يبقى معاه طياره خاصه، ما يبقى عنده ماتش في افريقيا تاخده دايركت توديه في غانا يروح غانا، في كودوفوار يروح كودوفوار، ايا كانت الدوله ايه، تنزانيا ايا كان، طياره تاخده دايركت من القاهره توديه على تنزانيا. الناس دي تعمل جدول دوري ويبقى معاها المواعيد بتاعت افريقيا، وتحط المواعيد بتاعت افريقيا بالتقريب. اللي يلعب سبت يلعب 3 دوري، يلعب 4 دوري، اللي يلعب حد يلعب 4 دوري، 5 دوري. مفيش حاجه اسمها مؤجلات. مش قادر تشارك في افريقيا وفي نفس الوقت تخلي لي الدوري بتاعي اللي هو بيوصلك اساسا لافريقيا دوري منتظم ودوري مؤهل ودوري قوي، اركن على جنبه وخلي غيرك يشارك. انا بقول لك الكلام ده، انا عارف انا بقول لك ايه، صدقني انا عارف انا بقول لك ايه. دي اول حاجه هتيجي الناس المجموعه دي تعملها. تاني قرار، وعلى قد ما تقدر خفف الدوري. يعني ايه؟ يعني انا مش مجبر ان انا اتفرج النهارده على المقاولين وانبي، مش مجبر ان انا اتفرج على البنك الاهلي وبلديه المحله، انديه لها كل الاحترام والتقدير وعلى راسي من فوق.
الدوري بتاعنا لازم تقل عدد الفرق بتاعته، وانت بتعمل الجدول تحدد ان اللي هابط 5 والصاعد 3. الدوري بتاعنا يبقى 18 فرقه مش 20. 18 مش 20. ما عندناش لعيبه كوره اصلا للكلام ده. لما الدوري بتاعك يقوى ويبقى قوي ويبقى على مستوى، تقدر تزود بعد كده عدد الانديه. بس تاني قرار بعد الجدول الكوادر ده تعمله يا جماعه، احنا كانديه اهو قاعدين متفقين اللي هيهبط الموسم اللي جاي 5 واللي هيصعد 3. الموسم اللي بعديه هنلعب 18 فرقه. ده تاني قرار. هتجيب من كل نادي كادر، ده بالمختصر المفيد، يعمل لك دوري محترم. يعمل لك دوري محترم. عندنا كوادر ممتازة في أهلي، في زمالك، في اسماعيلي، في اتحاد، في مصري، في سيراميكا، حتى الأندية الخاصة، في إنبي، في كل الأندية، في زد اللي لسه صاعد. عندك كوادر استثنائية. قسما بالله هتعمل دوري قوي، هتعمل أندية قوية، هيرجع الدوري المصري قوي بشكل استثنائي، وهيرجع هو الأقوى في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. أنا قلت لكم على حاجتين بس، الكام كادر دول هيعملوهم، فما بالك بقى. طبعا انا لو قعدت اقول لك على اللي انا نفسي يتعمل في الكرة المصرية عشان تنتظم وتبقى كويسة ويبقى دوري ممتاز ومميز، قسما بالله هحكي لك ساعات. بس خلينا مبدئيا في الحاجات اللي نوعا ما هتوقف الكرة المصرية على رجليها. الملاعب، التحكيم. روح لواحد زي خالد زي جمال الغندور. كابتن جمال الغندور كادر كبير. كابتن وجيه. الحكام دي قعدتهم على طاولة. التحكيم مسؤولياتكم. يعني ايه مسؤولياتكم؟ يعني اي اخطاء انتوا اللي هتتحاسبوا، مش الحكم اللي هيتحاسب. الحكم هيتحاسب عن طريقكم انتوا، بعدين انتوا ما تتحاسبوا كلجنة حكام. تعمل لجنة حكام محترمة. الأندية تدفع فلوس الحكام قبل الدوري ما يبتدي. كل نادي يدفع ال 18 ماتش بتوعه او ال 30 ماتش بتوعه، ايا كان هيلعب كام ماتش في الموسم، يدفعهم كاش. والفلوس دي تتحط للتحكيم في البنك. الحكم يخلص ماتشه، فلوس الماتش تكون واصله له قبل ما يطلع من الملعب. تكون فلوس المباراة واصله له. الفوائد اللي هتطلع من البنك هتعمل بيها تدريب للتحكيم، وهتأهل بيها الحكام، وهتطلع بيها حكام صغيرين. كلام كتير يا جماعة، كتير يا جماعة. قسما بالله ما هو صعب ولا مستحيل. عندنا كوادر تقدر تعمل دوري استثنائي، وعندنا لعيبة. محدش يطلع يقول لي العيب في اللعيبة، لا، عندنا لعيبة. قسما بالله في كل الأندية عندنا لعيبة. بس النظام ثم النظام ثم النظام ثم الناس المسؤولة عن النظام. انت جايب مين تخليه يعمل دوري عشان ترجع بعد كده تحاسبه؟ تجيب كوادر محترمة.